أهلا بيكم. مستعدين نكتشف مع بعض إزاي تغيرات صغيرة قوي ممكن تعمل نتائج مبهرة؟ النهاردة هنغوص في كتاب العادات الذرية لجيمس كلير، والكتاب ده مش مجرد كلام نظري، لأ، ده يعتبر خريطة طريق عملية وواضحة جدا ممكن تغير الطريقة اللي بنفكر بيها في تطوير نفسنا تماماً. خلينا نبدأ سؤال أكيد كلنا بنسأله لنفسنا، خصوصاً مع بداية كل سنة. بنحط أهداف كبيرة، عايزين نخس، نلعب رياضة، نقرأ أكتر. الحماس بيبقى في السما، وبعد كام أسبوع فجأة بنلاقي نفسنا رجعنا تاني لنقطة الصفر. إيه اللي بيحصل غلط؟ الكتاب ده بيدينا الإجابة، والأهم من كده بيقول لنا إزاي نكسر الدايرة دي للأبد. طيب، إيه هو الحل السحري اللي بيقدمه الكتاب؟ بصراحة الفكرة بسيطة جدا لدرجة إنها ممكن تصدمنا. جيمس كلير بيقول: انسوا تماما التغييرات الضخمة، كل اللي محتاجينه هو تحسن بسيط، يدوب 1% بس كل يوم. ممكن الرقم ده يبان تافه قوي، لكن لما بيتراكم على مدار سنة كاملة، النتيجة أدائنا بيكون أفضل 37 مرة. تخيلوا، دي هي قوة التأثير المركب. والنقطة الحاسمة هنا واللي بتكمل الفكرة اللي فاتت هي إن كل الإنجازات الضخمة اللي بنشوفها وبننبهر بيها أساسها كان بدايات صغيرة جداً، خطوات بسيطة قوي ممكن نحتقرها في الأول. السر مش في حجم الخطوة الأولى خالص، السر في الاستمرارية والمواظبة عليها يوم ورا يوم. طيب، لو الموضوع بالبساطة دي، ليه أغلبنا بيفشل؟ سؤال مهم. جيمس كلير بيشرح ده بمفهوم عبقري اسمه هضبة الإمكانات الكامنة، أو زي ما بحب أسميها وادي الإحباط. عارفين الفترة دي اللي بنكون بنبذل فيها مجهود جبار ومش شايفين أي نتيجة خالص؟ هي دي بالظبط، وللأسف دي اللحظة اللي أغلب الناس بتستسلم فيها. والتشبيه ده بيوضح الفكرة بشكل رائع. تخيلوا معايا مكعب تلج في أوضة درجة حرارتها -4. لو رفعنا درجة الحرارة